ازاي تنزل زي ستوريات الايفون بالاندرويد؟ ستوريات الايفون بتبقى مميزه جدا وكلكم بتحبوها، فتعال اقول لك ازاي تنزل زيها بتليفونك الاندرويد. فمن غير رأي كتير يلا بينا. بص يا معلم، قول مثلا معاك الستوري دي وعايز تنزلها ستوري بس عايز تحط عليها افكت. جاي بقى تحط الافكتات تلاقي ان كلها شكلها وحش قوي وجسمك ورا الافكت زي ما انت شايف، وشكلها مش احسن حاجه الصراحه. لو انت معاك ايفون هتبدا تفتح الصور وهتبدا تجيب الصوره وهتبدا تدوس طويل على جسمك وهتلاقيه بدا يعزل نفسك عن الخلفيه، تدوس على كلمه كوبي وترجع تدوس على كلمه بيست. بس انت معاك اندرويد بقى فتبدا تخرج من هنا خالص وهتبدا تحمل برنامج اسمه فوتوروم اللي انا معلم عليه قدامك على الشاشه. بعد كده تبدا تفتحه وهتبدا تحط الصوره اللي انت عايز تنزلها ستوري بالشكل ده، والبرنامج هيبدا يحلل الصوره زي ما انت شايف بالشكل الجامد ده ويعزل نفسك عن الخلفيه. بعد كده يا معلم هتبدا تدوس على كلمه ترانسبيرنت اللي هي تحت على اليمين، وهتبدا تصغر نفسك عن العلامه المائيه وتطلع نفسك فوق شويه وتعمل سيف للصوره. بعد كده ترجع للستوري تاني وتحط الايفكت اللي انت عايز تحطه زي ما انت شايف بالشكل ده. قول مثلا عجبني الايفكت ده. بعد كده تدوس على علامه الاستيكر اللي هي فوق على اليمين وهتنزل تحت شويه وهتبدا تيجي عند علامه الصور وهتحط الصوره اللي انت لسه عاملها سيف. بعد كده تبدا تكبر جسمك نفس جسم اللي في الستوري يعني، وزي ما انت شايف كده بقت زي ستوري الايفون بالظبط. تقدر تنقل بين الافكتات براحتك زي ما انت شايف، ومش شرط افكتات بس، ممكن تحط كلمات الاغنيه. وكده يا معلم بقى معاك ستوري زي ستوريات الايفون. وبس كده، سلام.